لو لسه بتعملوا الزهرة بالطريقة العادية وما جربتوها بهاي الطريقة رايح عليكم كتير مميزة، والأحلى إنها نباتية بامتياز بدون لحمة وبدون دجاج، وعلى طول بمقلاة على النار فيها زيت غزير حامي. بنقلي البطاطا بعد ما قطعناها قطع صغيرة بهذا الحجم، وكمان بنقلي الزهرة وبنصفيها بهذا الشكل. أكيد الزهرة بكون غسلتها وقطعتها بهذا الحجم الموضح قدامكم. هلا بنصفيهم وبنخليهم على جنب، وكمان بمقلاة على النار بنضيف زيت زيتون بنخليه حتى يحمى شوي، وبعدها بنضيف عليه بصل بعد ما قطعناه جوانح بهذا الشكل. هلا بنبدأ بنحرك البصل مع الزيت كتير منيح حتى يبدأ يدبل مع البصل. بعدها بنضيف عليه توم بنكون باشرينه ناعم، كمان بنحركه مع البصل كتير منيح حتى تطلع معي ريحة التوم. وبعدها بدنا نضيف مقدار ملعقتين من صلصة الطماطم، وكمان بنحركها مع البصل والثوم كتير منيح حتى هيك تبدأ تتسبك معي وتاخد اللون. وبعدها بالنسبة للبهارات اللي بدنا نضيفها فوقها بنضيف ملعقة من الملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان بنضيف بهارات مشكلة، بابريكا، كركم ملعقة صغيرة بيعطيكم لون كتير حلو لإلها. وهلأ بنحركهم مع بعض كتير منيح. هاي البهارات رح تعطيكم نكهة غير شكل. بنحركهم كتير منيح مع بعض حتى تاخد النكهات وتصير ولا أحلى ويدبل مع البصل. بعدها عندي هون بنضيف مقدار نص كوب من المي. هلا بنحركهم كتير منيح بس حتى تتسبك معي شوي. اول ما تصير هيك لونها هيك بهذا الشكل وتتسبك معي بنضيف البطاطا اللي احنا قليناها مسبقا بهذا الشكل وبنحركها كتير منيح مع هاي التسبيكه. كمان اخر اشي بدنا نضيف الزهرة اللي احنا قليناها مسبقا بنضيفها بهذا الشكل كمان، بنحركهم كتير منيح مع بعض حتى يبدأوا ياخدوا معي النكهات. وبعدها بنغطيها حتى تتسبك معي وتاخد النكهات وكمان تستوي تماما. وبهذا الشكل بتكون صارت جاهزة معي. آخر اشي هيك رشة خفيفة بترشوا كزبرة بتعطيكم نكهة غير شكل. بنحركهم على الأخير هيك تحريكة خفيفة بس حتى ياخدوا النكهات، وهيك بتكون صارت جاهزة معي أطيب حمسة زهرة وبطاطا. فعليا كتير طيبة كتير مميزة. إضافة البطاطا فيها بتكون غير شكل. إذا أنتم بتحبوا إنكم تستغنوا عن البطاطا كمان بتصير. بتقدموها بالصحن. آخر إشي فعليا من الأكلات المميزة بالنسبة لإلي، كتير بحبها وكتير بحب أعملها، خاصة إنه الزهرة طيبة بكل وصفاتها. كل وصفات الزهرة طيبة، وهاي الوصفة كتير مميزة فلازم إنكم تجربوها. آخر إشي بتزينوها بالكزبرة عشان المنظر الحلو، بترشوا عليها رشة دبس رمان رح يعطيكم إضافة فعليا بتكون غير شكل. بهذا الشكل بتكون جهزت معي هاي الوصفة. بهمني كتير أعرف رأيكم بالتعليقات. بصراحة أنا بحب دايما الوصفات النباتية اللي بدون لحم وبدون دجاج لأنها بتكون كتير سهلة وبسيطة، وكمان أبدا مو مكلفة. وهاي الوصفة على الطلب تماما. وبهذا الشكل أنا بكون خلصت وصفتي لهذا اليوم. بهمني كتير أعرف رأيكم بالتعليقات، وأكيد لا تنسوا تدعموني بلايك وكومنت ومتابعة للصفحة ليوصلكم كل جديد أنا بقدمه.